السلام عليكم. سأبدأ بعنوان عريض جدا. المغرب تم طردها من أعرق مسابقة علمية في العالم. المغرب تم طردها من مسابقة أولمبياد الرياضيات العالمية التي كانت في إنجلترا. هكذا تفاعل البعض مع غياب المغرب في آخر نسخ للأولمبياد. في مقابل ذلك فسر البعض ذلك باستهتار ولا مبالاة المسؤولين الذين وفروا كل شيء باستثناء تأشيرة الذهاب إلى لندن. فهذا الحدث أشعل مواقع التواصل وصفحات الفيسبوك، حيت كثرة التحليلات والتخمينات في سبيل الوصول للحقيقة. ومع الأسف هذه الحقيقة واضحة كوضوح الشمس في أيام تشرين. حيت يعملها الطفل الصغير الذي لم يذهب للمدرسة بعد، ويعلمها شيخ كبير لم يجلس يوما على مقاعد المدرسة. فهل سيكون رد المسؤولين عدم ذهابنا بسبب عدم استعدادنا للحصول على المرتبة الأولى كما كنا نفعل في جميع المشاركات السابقة؟ هنا أمزح لا أكثر. فنحن نعلم جيدا واقعنا التعليمي، كما أنه لدينا يقين صادق على أن المغرب كان ولا زال وسيبقى مليء بالطاقات الرائعة في جميع المجالات، فإن وفرت لهم ما يلزم فستكون النتيجة الحتمية أننا سنسمو بين الأمم.